ازيكم؟ النهارده هنشرح ازاي بيتم عمل الربط مع منصة ايزي اوردر بمنصة جامايكا، بحيث ان كل طلباتك تكون موجودة على منصة جامايكا بشكل اوتوماتيك بدون ما حد يبدأ هو يدخلك الاوردرات. في البداية بندوس هنا كده، بنيجي على الداشبورد الخاصة بيك وبندوس على الربط مع ايزي اوردر. بنلاقي البوب اب طلع لنا، بيبدأ هو يشرح لنا اول خطوات ان انت بتدوس على الاي بي اي، ثم بتعمل له كوبي، ثم بنروح على منصة جامايكا، ثم بنروح على ايزي اوردر ونبدأ ان احنا نضيف اللينك بتاعنا او الاي بي اي. فبندوس هنا وبنيجي هنا عند ربط بمنصات اخرى، بنلاقي عندنا الربط مع منصة جامايكا، وبيكون موجود هنا الكود بتاع الاي بي اي. فببدأ ان انا ادخل الكود وبعمل تفعيل الربط مع جامايكا وبدوس حفظ. تاني اختيار ده عندنا مهم جدا، اللي هو بيبدأ يشوف فكرة الشحن، هل انت بتقول ان الشحن مجاني او لا. فمع الاختيار دوت بنبدأ، لو انت فعلت الزيار هيقولك والله ان الاختيار هنا دوت ان انت لو فعلته هيكون سعر الشحن هو سعر الشحن الافتراضي اللي موجود على المتجر بتاعك. ولو انت بتقول ان الشحن مجاني فانت محتاج ان انت تلغيه، بحيث ان الشحن يبان للعميل اللي هو مجاني، لان السعر اللي هيتكتب او اللي العميل اللي هيدخله هو اللي هيتسجل بشكل اوتوماتيك على منصة جامايكا. بندوس حفظ، ثم بنبدأ باستيراد المنتجات، بندوس عليها بيبدأ يظهر لي هنا ايه انواع المنتجات اللي موجودة. فبدوس والله على موضة وبختار الكاتيجوري ده. بمجرد ما بيظهر بنشوف اي منتج احنا حابين نشتغل عليه. ففرضا هناخد باكج رجالي، هندوس على استيراد، يظهر لي هنا تحت كده بوب اب بيقول لي تم استيراد المنتج بنجاح. فببدأ ان انا اخش هنا عند المنتجات وبشوف المنتج بيكون ظهر. فبخش على تعديل المنتج. اول حاجه لو انا حابب اغير الاسم بغير الاسم، لو انا حابب اغير اليو ار ال، لو انا شغال اعلانات عليه فبغيره، لو انا مش حابب فبسيب اليو ار ال. ولكن طبعا يفضل ان كل واحد فينا يكون عنده اليو ار ال خاص بيه، فيفضل تغير دايما الاسم هنا. فانا ممكن اسيب مثلا اول حرفين فيها يبقى هو ده الاسم بتاعي. ثم برجع بعد كده بختار القسم ان انا حابه اللي هو يظهر فيه وليكن الموضة، وبغير من هنا السعر، وبنزل تحت اعدل من هنا المحتوى بتاعي. ثم بعد كده بنيجي للجزء الخاص بالصور، بنلاقي ان الصور بتاعتنا مرفوعة. حتى الجزء الخاص بالخواص الخاصة بالمنتج بنلاقي ان هي عمل لها استيراد بشكل اوتوماتيك، زي مثلا هنا المقاسات، هنا الالوان الخاصة بيه. وطبعا متنساش تغير السعر طبعا من هنا. وهنا بيقولك الكود الخاص بالمنتج ده على منصة جامايكا بيكون موجود. برجع اقول تمام وبنرجع تاني للمنتج. بنخش بعد كده على الموقع بتاعنا ونبدأ احنا نشوف المنتجات. بالفعل بنلاقيه، اول ما بنيجي نبص بنلاقي والله المنتج بتاعنا موجود فعلا في المكان اللي احنا اخترناه وبندوس عليه. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، هو اختفاء الجزء بتاع الخاص بالتسجيل، لان التسجيل هنا هيبقى اوتوماتيك. فبنخش عليه، بندوس على اضغط هنا للشراء. مجرد ما بندوس عليها العميل المفروض ان هو بينتقل لصفحة جديدة الا وهي صفحة الشيك اوت. بنيجي هنا عند الجزء الخاص بالمعلومات الخاصة بالطلب، بنبدأ ان احنا ندخل الداتا بتاعة العميل، او العميل بيدخل الداتا بتاعته زي الاسم، رقم التليفون، الدولة، المحافظة، البريد الالكتروني، العنوان، وبيدوس على اتمام الطلب. بمجرد ما بيدوس بيبدأ ان الاوردر يسجل عندك في منصة جامايكا. بمجرد ما بندخل الداتا بيبني الثانك بيج، بيبدأ تظهر لك صفحة الثانك بيج. فبنروح على إدارة الطلبات الخاصة بجامايكا وبنشوف الطلبات الجارية. مجرد ما بتدوس على الطلبات الجارية بيظهر لنا هنا المنتج الجديد. هنلاقي هنا المنتج اللي احنا طلبناه حالا دخل دلوقتي، وهيخش كده في مرحلة الكونفرميشن بدون ما تقوم بأي مجهود منك، لأن العملية كلها بتكون قايمة بشكل اوتوماتيك. ده بيوفر عليك فلوس كتير جدا ووقت كتير في ان يكون في حد بيدخل لك الاوردرات، زائد بيكون افضل من ان هو الاوردر بيتسجل بشكل تلقائي. فده بيسرع عملية البيع عندك والتوصيل والدليفري. وبكده نكون شرحنا ازاي تقدر تفعل الرابطة ما بين منصة جامايكا ومنصة ايزي اوردر عشان تقدر تعمل استيراد للمنتجات
او ان الاوردرات تسمع بشكل تلقائي. وشكرا.